ضابط في الجيش الامريكي بيخاطر بحياته وحياة صحابه وحبيبته علشان يلاقي موقع اثري فرعوني مدفون تحت الارض من الاف السنين علشان يوصل لكنز عظيم، ولكن بيلاقي نفسه وسط لغز كبير ولعنة بتصيبه هو وكل اللي حواليه. فيا ترى ايه اللي حصل معاه؟ وهل هيقدر ينقذ نفسه واللي بيحبهم من اللعنة ولا لا؟ كملوا معانا علشان تعرفوا قصة فيلم النهاردة، بس الاول خلونا نصلي على النبي وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بيبدأ فيلمنا سنة 1127 بعد الميلاد في انجلترا مع مجموعة من فرسان الحملات الصليبية، وهم بيدفنوا واحد منهم في تابوت وبيقفلوا عليه وبيحطوا على التابوت بتاعه حجر لونه احمر. وبعد مئات السنين بنشوف نفس المكان اللي كانوا فيه في الحاضر بعد ما علماء الآثار بقيادة دكتور مهم جدا اسمه دكتور هنري اكتشفوا المكان. وكل الأخبار ما كانش ليها سيرة غير عن الاكتشاف ده، وأعلنوا إن هم اكتشفوا مقبرة كبيرة فيها جثث لفرسان الحملات الصليبية اللي غزت مصر زمان. ودكتور هنري أول ما بيدخل لمكان المقبرة بيكشف لنا عن سر تاريخي كبير كان اكتشافه ليه هو أعظم إنجاز حققه في مسيرته. وبيحكي لنا عن قصة أميرة من أميرات الحضارة المصرية القديمة اسمها أمونيت، وبنعرف إن الأميرة أمونيت كانت جميلة جدا وذكية وشجاعة قوي، وكانت خليفة أبوها الفرعون للعرش وهتحكم مصر كلها من بعده. لكن أبوها خلف ولد تاني بعد ما كبرت، ولأنه ذكر طبعا فحق العرش هيبقى ليه، وأمونيت هتخسر كل حاجة كانت بتحضر نفسها ليها من سنين. فقررت إنها تحارب وتغير مصيرها وبتسلم نفسها للشر، وبتعمل اتفاقية مع ست إله الموت علشان تتولد من جديد، ولكن المرة دي في هيئة وحش. وكمان بيتصنع لها خنجر مخصوص بتكون الحجر الأحمر اللي شفناه في البداية مع فرسان الحملات الصليبية جزء منه. وأمونيت بتاخد الخنجر ده وبتقتل بيه أبوها وأخوها الصغير، وبيبقى جزء من معاهدتها مع ست إنها ترجعه للحياة في جسد بشري فاني. فأمونيت بتاخد خنجرها علشان تموت بيه حبيبها ويتولد من جديد زيها. ولكن قبل ما بتعمل ده جنود وكهنة مصر الأوفياء للملك بيمسكوها وبيعاقبوها على اللي عملته بإن هم بيحنطوها وبيدفنوها حية جوه تابوت، وبينقلوا التابوت ده لأرض بعيدة بره مصر. وبعد ما بنعرف حكاية أمونيت بنروح على العراق وبنشوف 2 ضباط في الجيش الأمريكي، واحد اسمه نيك والتاني اسمه فايل. ونيك بيبقى معاه رسالة كاتبها دكتور هنري لواحدة اسمها جينيفر بيطلب منها فيها تدور في موقع اسمه الحرام موجود في الموصل. ونيك بيبقى عايز يوصل للموقع ده علشان يسرق الآثار اللي ممكن تكون فيه ويبيعها لأنه بيحب الفلوس جدا. وبصعوبة بيقدر يقنع صاحبه فايل انه يروح معاه ويدوروا سوا على الآثار، لأن فايل بيكون خايف من المتمردين اللي بيحاربوهم لأن هم يهجموا عليهم وهم لوحدهم ومن غير دعم. ولكن نيك علشان يجبره بيروح معاه. في النهاية من غير كلام كتير بيقطع له خزان المية الموجود على الحصان بتاعه. ففايل مش بيبقى قدامه فرصة غير انه يروح مع نيك على القرية اللي المفروض موقع حرام يكون فيها علشان ما يموتش من العطش. ولكن لما بيوصلوا على القرية بيلاقوا المتمردين محضر لهم حفلة ضرب نار، ونيك وفايل بيفضلوا يجروا يحاولوا يتفادوا الرصاص اللي عمال يضرب عليهم من كل حتة. وفايل طبعا بيمسك نيك تهزيء لانه شورته هي السبب في كل اللي بيحصل لهم، وبيقول له بقى هو ده اللي هنروح ونخرج في ثواني من غير ما حد يحس بينا؟ ده البلد كلها عرفت باللي كنا بنعمله. فنيك بيحاول يهديه وبيقول له انه هيلاقي خطة، ولكن طبعا نيك مش بيعرف يعمل حاجة. وبيقول لفايل شكلها كده هنموت فعلا، وبيقوم طالب دعم من زمايله. فبتروح لهم طيارة وبترمي صاروخ على المتمردين، والصاروخ ده بيسبب حفرة عميقة في قلب الارض بتكون سبب ان هم يلاقوا فعلا موقع حرام اللي بيبقى مليان تماثيل فرعونية. ونيك وفايل بعدها بيرجعوا على المعسكر بتاعهم وبيقابلوا قائدهم جرين اللي بيحاولوا يفهموه انه ما كانش في نيتهم يتسببوا في اي ضرر وكانوا بس بيقوموا بدورهم في محاربة الاعداء. فالقائد جرين بيقول لهم ما يستعبطوش عليه لانه عارف ان هم كانوا بيجروا ورا الاثار علشان يسرقوها ويبيعوها في السوق السوداء. وساعتها بتظهر جينيفر صاحبة الرسالة اللي كانت مع نيك واللي بتطلع عالمة اثار وتضرب نيك على وشه وبتفضحه قدام القائد بتاعه، بتقول له انه ضحك عليها ومثل انه بيحبها لحد ما خدعها وسرق الرسالة منها وهي نايمة. فنيك بيبقى شكله وحش جدا، وجينيفر بتطلب تعويض عن اللي حصل وبتقول لهم انها عايزة مساعدة علشان تنزل جوه الموقع وتشوف جوه ايه. فالقائد جرين بيجبر نيك وفايل ان هم ينزلوا مع جينيفر ويساعدوها، فبيستخدموا الحبال وبينزلوا جوه الموقع. وجينيفر بتبدأ تسجل ملاحظات عن المكان اللي بتحس انه غريب ومختلف عن كل المقابر المصرية اللي شافتها قبل كده، لانه في العادة المصريين القدماء كانوا بيحطوا مع الميتين الحاجات اللي هيحتاجوها لما يبعثوا من جديد طبقا لمعتقداتهم. ولكن المقبرة دي ما فيهاش اي حاجة، وكمان مصممة بشكل يمنع اللي جواها من انه يخرج، مش انها تمنع لصوص المقابر مثلا ان هم يدخلوا. وهنا بقى جينيفر بتفهم ان دي مش مقبرة
مقبرة ولكن سجن، ونيك بيقرر يشغل دماغه، ولما بيلاحظ حاجة غريبة في الأرض بيضرب عليها نار، ففي حبل بيتقطع وبيترفع من قلب المية تابوت ضخم جدا، وبتطلع عناكب كتير مع نيك بيحاول يضرب عليها نار. وهنا نيك بيبدأ يشوف هلاوس لأمونيت وهي بتناديه وبتقول له إنه هو المختار، فنيك بيفوق نفسه من الهلاوس دي. ولما بتوصل له أخبار إن هم لازم يخلوا الموقع في أسرع وقت علشان في متمردين هيهجموا، نيك بياخد فايل وجينيفر وبيطلعوا بياخدوا التابوت اللي لقوه علشان ينقلوه معاهم على الطيارة باعتباره اكتشاف أثري مهم، وبتكون في عاصفة رملية قوية بتخلي حركة الطيارة أصعب. ونيك بيروح يقعد جنب جينيفر وبيسألها ليه قالت إنه مثل عليها الحب مع إنه كان صادق في مشاعره، فجينيفر بتقول له إنه شخص أناني ومادي ومش بيهمه غير نفسه، والدليل إنه سرق أهم إنجاز وصلت له في حياتها وكان عايز ياخده لنفسه. وبتقوم بعدها جينيفر وبتبدأ تقرا الكتابات اللي على التابوت. وهنا نيك بيرجع يشوف أمونيت والمرة دي وهي بتحاول تضربه بخنجرها، وفجأة فايل بيبدأ يتصرف تصرفات غريبة جدا وبيقتل القائد بتاعهم، فنيك بيتصدم وبيحاول يمنع الجنود إن هم يأذوا فايل، ولكن لما فايل بيقرب ناحيته وبيبقى عايز يقتله، نيك بيضرب عليه نار بنفسه أكتر من مرة، وبتهجم مجموعة من الطيور على الطيارة وبتسبب في إنها تبدأ تنهار وتقع. فنيك بيحاول يحمي جينيفر، ولما بيلاقي إنه مفيش فرصة إن هم يعيشوا بيديلها المظلة الوحيدة الموجودة في الطيارة وبيرميها منها علشان تنزل الأرض سليمة. أما هو والباقي فالطيارة بتقع بيهم، وبتيجي قوات الإنقاذ وبتاخد جينيفر وبتجمع الجثث وبيسألوا جينيفر لو كانت مستعدة إنها تتعرف عليهم. ولكن في نفس الوقت ده نيك بيصحى في قلب المشرحة وبيشوف فايل قدامه، فبيسأله إيه اللي حصل لهم، ففايل بيقول له إنه فاهم كويس إيه اللي حصل لهم. فنيك بيسأله لو كانوا ماتوا، ففايل بيقول له إنه ما ماتش ولكن هيتمنى لو كان مات. ولما جينيفر بتدخل علشان تتعرف على الجثث بتتخض لما نيك واقف سليم قدامها، ونيك بيزعق فيهم وبيسألهم ليه حاطينه وسط الجثث. بعدها بنروح على موقع وقوع الطيارة وبتكون قوات الإنقاذ بتعاين المكان لسه، ولكن بيلاقوا إن المكان اتملى بمومياوات وبتهجم عليهم وبتبدأ تاكل فيهم ومش بتسيب واحد فيهم عايش. بنرجع لنيك اللي بيكون راح يتعشى في مطعم مع جينيفر، وجينيفر بتسأله ازاي نجا من حادثة الطيارة من غير ولا خدش على جسمه، ولكن نيك بيكون مش شايف غير فايل قدامه ومش مركز معاها. فجينيفر بتقول له انها عندها تفسير واحد للي بيحصل، وبتعرفه ان التابوت اللي لقوه لأميرة مصرية اتمحت من التاريخ اسمها أمونيت، وأمونيت دي قتلت باباها وأخوها، وكانت عاملة اتفاق مع إله الموت والشر ست علشان ترجعه للحياة في هيئة إنسان باستخدام خنجر ست المتكون من جزئين، الجزء الحاد نفسه والجزء الخنجر الأحمر. والخنجر ده اتقسم نصين، والحجر الأحمر بتاعه سرقوا الصليبيين، ومتوقع ان هم يلاقوه في الكشف الأثري اللي لقوه في انجلترا من فترة لجثث فرسان الحملات الصليبية، وده السبب اللي حصل للطيارة والعاصفة. وفايل لأنه باين عليهم كده عصبوا الآلهة القديمة منهم شوية صغيرين، ولكن نيك مش بيهتم بولا كلمة بتقولها، وبيروح بسرعة على الحمام علشان يبقى لوحده ويكلم فايل اللي بيقعد يلومه لأنه قتله وضربه بالنار 3 مرات. فنيك بيقول له انه اسف وما كانش يقصد يعمل كده، بس هو خوفه لما هاجم عليه وعلى جينيفر وكمان قتل جرين. ففايل بيقول له ان هم ملعونين ومفيش حل قدامه غير انه يسمع كلامها والا وضعه هيبقى اسوأ. فنيك مش بيفهم حاجه، ولما بيخرج من الحمام بيتخيل مجموعه مومياوات وعناكب بتهجم عليه، فبيخاف وبيرجع بسرعه لجينيفر وبيقول لها انه مصدق اللي قالته لانه بيشوف امونيت وفايل وعماله تحصل له حاجات غريبه جدا. ففايل بتقول له ان هم كانوا في مقبره وتعرض لحادثه فممكن يكون اتسمم وعلشان كده بيهلوس، ولكن نيك بيصر انه اللي بيحصل له ده حقيقه ومش هلاوس. وفجاه نيك بيشوف مكان الطياره اللي وقعت، فبيقول لجينيفر انه عارف المكان وهياخدها على هناك، وطبعا جينيفر بتروح معاه على طول علشان تلاقي التابوت بتاع امونيت. ولما بيوصلوا على المكان بيتفرقوا لان هم بيختفوا على المكان اللي المفروض الطياره تكون وقعت فيه بالظبط، وبيفضل نيك يمشي لحد ما فجاه بيهجم عليه مجموعه وحوش وبيقيدوه، وامونيت بتظهر له بتروح تشوفه وبتبدا تعاينه علشان تتاكد انه هو نفسه المختار ومناسب علشان ست ياخد جسمه. ولما بتتاكد من ده بتاخد خنجرها علشان تضرب بيه نيك، ولكن الخنجر بيكون ناقصه الحجر الاحمر فمش بتعرف تعمل حاجه. وجينيفر بتروح لنيك، ولما نيك بيشوفها بيطلب منها تجري بسرعه، فامونيت بتلحقها وبتضربها، ونيك بيضرب الوحوش اللي ماسكينه وبصعوبه بيخلص نفسه من الوحوش، وبيخلص جينيفر من امونيت، وبيجروا هما الاثنين في قلب الغابه علشان يهربوا منهم. ونيك بيلاقي عربيه فبيركبها بسرعه، ومن كتر خوفه بيبقى هيسيب جينيفر، ولكن جينيفر بتقدر تركب العربيه بسرعه، وساعتها جينيفر بتهزقه لانه كان بيسيبها، وبتساله ازاي عرف مكان الطياره لوحده، فبتخمن انه امونيت متحكمه في عقله وهي اللي خلته يروح على هناك علشان تنفذ خطتها. فنيك بيقول لها انه مستحيل امونيت تكون متحكمه فيه والا ما كانوش قدروا يهربوا منها، ولكن نيك بيلاقي نفسه لف ورجع بالعربيه لمكان امونيت، فبيترعب وبيحاول يرجع ويهرب بالعربيه، ولكن العربيه بتتقلب بيه هو وجينيفر، وبيلاقي امونيت واقفه
واقفه مستنياهم بره العربيه. فنيك بيسيب جينيفر جوه العربيه وبيخرج لوحده علشان يتصدى لامونيت، وجينيفر بتشجعه، ولكن امونيت بتدي لنيك ضربه بتطيره لفوق وبتنزله مهبود على الارض. ولما امونيت بتروح علشان تكمل عليه هو وجينيفر بتتدخل قوات الجيش وبتنقذهم، وبيضربوا امونيت بسهام من الزئبق وبيقيدوا حركتها وبياخدوها معاهم. ونيك بيلاقي نفسه في معمل كبير تحت الارض مليان عينات غريبه، وبيقابله دكتور هنري وبيقول له انه عارف كل حاجه عنه من الملف بتاعه، ولكن ما يهموش الكلام المكتوب عنه لانه عايز يتعرف عليه بنفسه. وبيقول له ان دكتوره متخصص في حاجات كتير وهدفه الاساسي هو انه يحارب الشر ويقضي عليه. وبيفهمه ان جينيفر شغاله معاهم وكان ليها دور علشان يوصلوا للاكتشاف العظيم ده، وبيعرفوا كمان انه ملعون ومونيت عايزه تاخد جسمه علشان تهديه لست وهو الوحيد اللي يقدر يساعده. وبيقول له انهم مدوا زئبق لامونيت وفي خلال مده قريبه هيصلب كل اعضائها فهتكون جاهزه للتشريح. فجينيفر بتعترض وبتقول له انه ده ما كانش هدفها وهي عايزه تدرس امونيت لانها شاهده على تاريخ عظيم محدش فيهم عارف عنه حاجه. فنيك بيقول لها درس ايه اللي عايزه تدرسيه، ده خطر علينا ونفسها تخلص علينا كلنا. فامونيت بتقول لنيك انه ملعون ومفيش اي حل لكسر لعنته ولازم هيتنفذ وعد ست. فنيك بيسالها ليه كانت عايزه تقتل حبيبها، فامونيت بتقول له انها ما كانتش هتقتله ولكن كانت هتمنحه الحياه الابديه. فبيسالها نيك هي ليه قتلت ابوها طيب طالما هي طيبه كده. فامونيت بتقول له انها كانت بتحب باباها وكان نفسها انه يحبها زي ما هي كانت بتحبه، فهي اضطرت تعمل كده لانه الزمن كان مختلف وهي كانت مضطره تحمي نفسها. وبتقول له كمان انه يوم البعث قرب وست هياخد جسمه قريب وساعتها هيملك العالم ومحدش هيقدر يقف قصاده، وكمان هي هتبقى ملكه هو وبس. وفجاه امونيت بتبدا تصرخ من كتر وجع بسبب الزئبق اللي عمالين يدخلوه في جسمها. فنيك بيطلب منهم يوقفوا اللي هم بيعملوه، وجينيفر بتاخد نيك علشان يقعدوا يتكلموا لوحدهم وبتقول لهم انها وافقت على الشغل مع هنري لانه اهدافهم كانت مشتركه في ان هم يلاقوا امونيت. وبتقول له انها ما كانش قصدها تستغله ولكن دلوقتي امونيت هي اللي بتستغله فلازم ما يسمح لهاش تسيطر عليه لان متاكده انه لسه جواه شخص كويس عايز يطلع للنور. فنيك بيسالها هي عرفت منين انه جواه شخص كويس، فجينيفر بتقول له انه اداها المظله الوحيده اللي كانت موجوده على الطياره علشان ينقذها. فنيك بيقول لها انه كان فاكر انه في مظله ثانيه اساسا. في نفس الوقت ده بيوصل فريق الباحثين في مقبره فرسان الحملات الصليبيه للحجر الاحمر وبيلاقوه مدفون في تابوت الجندي اللي كانوا الفرسان بيدفنوه في بدايه الاحداث. بعدها بتروح جينيفر لامونيت وبتتكلم معاها بلغتها القديمه، فامونيت بتقول لها انه لغتهم الجديده ضعيفه وبتعرفها انها فاهمه هي عايزه تعرف منها ايه، وبتقول لها ان عندها فضول تعرف ايه اللي ورا ستار الموت ولكن هي مش هتقول لها وهتسيبها تشوف بنفسها بعد ما تقتلها. بتقول لها انه هنري وفريقه خطتهم ان هم يموتوا نيك علشان يدمروا ست، وساعتها نيك بيكون مع هنري وهنري بيقول له انه الشر موجود من زمان وبصور مختلفه بس المشترك بينهم انه دايما بيحاول يبقى ليه وجود عن طريق انه ياخد جسم بشري. وبيكمل هنري كلامه بيقول له انه واجبهم ان هم يدمروا الشر قبل ما يدمرهم. ولما بيسالوا نيك هيعمل ايه علشان يخلصوا من لعنه هنري بيقول له ان المواضيع دي معقده شويه واي عمل عظيم بيحتاج شويه تضحيات. فنيك مش بيفهم وجينيفر بتدخل عليهم وبتقاطعهم وبتسال هنري اذا كانت خطته فعلا انه يقتل نيك. فهنري بيقول لها ان هم مضطرين يعملوا كده ولازم ما يغلطوش غلطه المصريين زمان ويوقفوا الطقوس علشان ست ياخد جسم نيك وساعتها يقدروا يدمروه للابد. في اللحظه دي بتبدا امونيت توجه مجموعه من الخنافس المسمومه ناحيه المكان اللي هي محبوسه فيه، وواحده من الخنافس دي بتدخل جوه واحد من المسؤولين عن تعذيب امونيت بالزئبق فبيقطعوا عنها. وكمان الخنافس بتبدا تدخل جوه هنري وتتحكم فيه، فبيحاول نيك وجينيفر ان هم يهربوا منه، ونيك بيقاتل هنري بكل قوته هو وجينيفر لحد ما بيهربوا منه. وجينيفر بتقول لنيك ان هم لازم يلاقوا الحجر ويدمروه لانهم لو دمروا الحجر الخنجر مش هيبقى ليه اي مفعول واللعنه هتتكسر. بس امونيت بتكون طردت كل السم اللي في جسمها وحررت نفسها وبتعمل عاصفه كبيره بتطارد جينيفر ونيك وهم بيهربوا وبتدمر كل حاجه حواليهم. ولكن نيك وجينيفر بيكملوا في طريقهم وفايل بيرجع يظهر لنيك وبيقول له ان عنده طريق امان يمشي، ولكن بتطلع عربيه ضخمه قدام نيك وبتفصله عن جينيفر. وساعتها فايل بيطلب من نيك يمشي معاه هو هيحميه ويوديه لمكان امان. ولكن لما بيوصلوا للنفق اللي بيودي لمقبره فرسان الحملات الصليبيه فايل بيقول له انه كده اخيرا هيتحرر لانه هيكون خلص مهمته وسلمه الامونيت زي ما طلبت منه. ونيك بيسمع صوت جينيفر ففايل بيبص له بيقول له انها مش هتعيش فبلاش يحاول ينقذها لانه امونيت مش هتسمح ليها بده. وفي نفس اللحظه بيعدي قطر بسرعته الكبيره ناحيه جينيفر، ولكن نيك بيلحقها على اخر لحظه وبيقول لها انه ما كانش ينفع تبقى هنا. فجينيفر بتقول له انها جت وراه. في نفس الوقت ده بتكون امونيت اتحكمت بجثث فرسان الحملات الصليبيه واحيتهم من تاني علشان يخدموها، وبتقدر تاخد الحجر وبتحطه في الخنجر في الوقت اللي بيلاقي فيه نيك وجينيفر
وجينيفر نفسهم في قلب الميه ومش عارفين وصلوا للحاله دي ازاي، وجينيفر بتتسحب تحت الميه فنيك بينقذها، ولكن بترجع تتسحب تاني والمره دي بتطول جدا تحت الميه على ما نيك بيلاقيها وبيطلعها، ولكن جينيفر بتكون فاقده الوعي، فبيفضل نيك يطلب منها تصحى وما تسيبوش لوحده، ولكن جينيفر مش بتقوم، وبتيجي مجموعه من المومياوات وبتاخده لعند امونيت، وامونيت بتقول لنيك انها حاسه بيه وحاسه بألم وهي قادره تخلصه منه، وبتقول له كمان انه ده قدر جينيفر ومش هيقدر يعمل فيه حاجه، وبتطلب منه يستسلم ليها وهو ساعتها هيبقى اله وهيقدر يرجع الموتى للحياه من تاني، ولكن نيك بيحاول يقاومها، فامونيت بتفضل تضرب فيه يمين وشمال لحد ما بيستغل نيك قرب امونيت منه، وبشطارته كحرامي محترف بيسرق منها الخنجر وبيبقى عايز يدمره، لكن امونيت بتترجاه يستنى ويفكر لانه لو دمره مش هيقدر يرجع جينيفر للحياه من تاني، فنيك بيبص لجينيفر جنبه وبعدها بيطعن نفسه بالخنجر وسيد بيدخل جسمه، بس لسه نيك بيكون قادر يرجع لطبيعته، ولما بيفتكر جينيفر وكلام هنري ليه بيحاول انه يقاوم الشر اللي جواه وبيقدر بقوته انه يدمر امونيت، وبيروح لجينيفر وبيعتذر لها على كل حاجه عملها وبيطلب منها تصحى، وبيقدر نيك يرجعها للحياه من تاني، ولما بتصحى جينيفر بتفضل تنادى عليه، ولكن نيك بيبعد عنها وبيطلب منها ما تقربش منه لانه لسه مش عارف يتحكم في قوته وخايف انه يأذيها، وبيقول لها انه قوات هنري هيجوا علشان يخلصوا عليه فهو لازم يهرب، ولكن هيرجع من تاني قريب عشانها، ومن بعد اللحظه دي ونيك بيبعد تماما عن انجلترا وبيرجع صاحبه فايل للحياه من تاني، وجينيفر بتفضل فاكراه وبتقول لنفسها انها غلطت في الحكم عليه لانه ضحى بنفسه عشانها، وبتطلب من هنري ان هم يلاقوا حل يرجعوه فيه لانه لسه جواه جزء بشري ومش هيأذي حد، فهنري بيقول لها ان هم ما يقدروش يغامروا لان نيك لسه بيكتشف قوته ولسه مش عارف هينضم لاي جانب الخير او الشر، فجينيفر بتقول له انه ضحى بنفسه علشانها ممكن يكون حليف ليهم، فهنري بيقول لها انه ده ممكن لان هم مفيش حد بيهزم الشر غير الشر، ولكن حتى لو نيك لسه جواه شخص كويس فالشر هيفضل يستدعيه وهم مش عارفين اذا كان هيقدر يتحكم في ده ولا لا، وبيقول لها انه نيك مش هيرجع قبل ما يلف الارض كلها علشان يلاقي حل لكسر اللعنه، وبيكون ده فعلا اللي نيك بيحاول يعمله مع صاحبه فايل، وعشان كده بيروحوا سوا على صحاري مصر علشان يبداوا في مغامرات جديده سوا. وبس كده صاحبي بيخلص فيلمنا، اوعى تكون ما صليتش على النبي، واوعى تكون ما اشتركتش في القناه وفعلت الجرس، يلا سلام.